ازاي بيحصل سرطان القولون؟ احنا معانا القولون بتاعنا زي ما كان في الحلقه اللي فاتت موجود في جسمك هنا، وده شكل في القولون، ودي الخلايا اللي بيحصل فيها الميوتيشنز او بتؤدي الى السرطان. السرطان بيبدا عن طريق مجموعه من الايرورز او المشاكل اللي بتحصل في الدي ان ايه اللي بنسميها ميوتيشنز. الميوتيشنز دي بتؤدي الى ان في نمو غير طبيعي في الخلايا. النمو الغير طبيعي ده بيكون حاجه اسمها بوليبس. البوليبس دي عباره عن حاجه بتبقى موجوده في القولون، خلايا بتنمو بشكل غير طبيعي، ولكن مهم جدا ان احنا نعرف ان البوليبس دي مش دايما بتتحول الى سرطان. البوليبس دي ليها طريقين: الطريق الاولاني ما يحصلش اي حاجه خالص، مفيش اي مشكله، تكمل عادي خالص، ما بيحصلش اي كانسر. والطريق الثاني بتتحول الى كانسرز، ودي المشكله. ايه اللي بيخلي البوليبس تروح الطريق ده؟ هو انه بيحصل مجموعه تانية من الطفرات، زي انك تضرب واحد فوق دماغه مره ما يتاثرش، ولكن لما تضربه مره واثنين وثلاثه ويحصل طفره واثنين وثلاثه، ده ممكن يؤدي الى ان البوليبس دي تتحول الى سرطان. طب هل اي جينات بيحصل لها طفرات بتؤدي الى سرطان؟ لا،